خوت السلام عليكم. بغيت نشارك معكم واحد الموضوع يمكن حتى نتوما غادي تردوا ليه البال والله اعلم، ولكن هاد الهضره اللي غادي نقول لك الا سمعتي ليها غتقول لي بانها بصح كاينه. لاحظتوش بان الاعلام المغربي ديالنا وبخصوص الاعلام الرياضي لما كيهضر على شي لاعب مغربي بغاتو شي فرقه كبيره عالميه موراه كنسمعوا انه مباشره مشى للسعوديه ولا مشى لقطر ولا مشى لشي دوري اللي حنا ما كناش ضاربين ليه الحساب. او بزاف على هاد الصدفه اي لعاب مع انتقالات الصيفيه كنشوفوه فلان غيوقع الفريق برشلونه الاسباني، فلان بغى ريال مدريد الاسباني، فلان غيمشي لبايرن ميونخ الالماني. والفروق عرفتي كتبقى تسمع غير ديك الفروق اللي كتقول الله حتى كتسمع فلان يوقع رسميا في الكويت الكويتي، فلان يوقع رسميا في الباطن السعودي، فلان يوقع رسميا في الوحده الاماراتي. تتبقى تسمع شي فروق اللي ما كانوش كيطيحوا لك في البال. واش كاع هادشي صدفه اولا السماسره ووكلاء الاعمال ديال اللاعبين كيديروا هادشي باش اللعاب ترتفع الاسهم ديالو في السوق العالميه؟ هادشي اللي غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو. كيف كنعرفوا كيعرف الجميع ان اي لاعب كيكون عنده وكيل الاعمال ديالو، هذاك وكيل الاعمال ديالو كيكون واحد السيد اللي كيسهر على الراحه ديال ديك اللعاب، كيقلب ليه على فريق اللي غيلعب فيه باش كيف ما كيربح هذاك اللاعب كيف ما حتى وكيل الاعمال ديالو كيدخل واحد المصروف مهم. وهنا غادي نرجعوا للبطوله الوطنيه المغربيه ونهضروا على المشكل ديال الانتقالات ديال اللاعبين وكيفاش كيتاخذوا واحد الخطوات اللي يمكن كيهرسوا المسار الرياضي ديالهم. الا هضرت معاك انت غادي تقدر تقول لي مهم هو الفلوس، مهم هو يصوفي راسو، المهم هو يدبر على راسو ويضمن المستقبل ديالو. غادي نقول لك الحمد لله دابا حاليا كره القدم دابا ولاو فيها الفلوس، ولاو فيها مداخيل، ولاو فيها ممكن اللعابه يضمنوا المستقبل ديالهم. هادشي اللي كنقول لك دابا كنهضر لك على اللاعبين كيلعبوا في القسم الاول ولا اللاعبين اللي كيمشيو للخليج ولا كيمشيو للدوريات الاوروبيه. انا متفق معك بان الخليج فيه الفلوس على اوروبا، ولكن كل لاعب كيشوف المستقبل ديالو بالنظره ديالو. الا لاحظنا شحال من اللاعب اللي كان عندنا متالق في البطوله الوطنيه دابا مشى للخليج رحمه الله عليه، ما بقيناش كنشوفوه، ما بقيناش كنسمعوا الاسم ديالو. غير لا سمعنا جوج ديال اللاعبين مغاربه غيلعبوا مع بعضياتهم كنمشيو باش كنتفرجوا في هذاك الماتش باش كنشوفوا هذوك المغاربه. ملي كندخلوا كنتفرجوا في هذاك الماتش كنشوفوا بان فعلا اللعاب طاح ليه النيفو ديالو وما بقاش هذاك اللعاب اللي كنا كنشوفوه في الدوري المغربي. هادشي راجع لبزاف ديال الاسباب، الدوري كيكون شويه ضعيف اولا اللعابه اللي كيلعب معاهم كيكونش كيف اللاعبين اللي كان كيلعب معاهم في المغرب. داكشي علاش اللعاب اللي كيفكر بالعقل وخاصه اللعاب اللي كيكون السن ديالو صغير من الافضل كيقول لك انني نمشي للدوري الاوروبي. واخا يكون المدخول ماشي بحال الخليج كيقول لك كنفضل انني نمشي لاوروبا على انني نمشي لشي دوري خليجي وندفن راسي وما عمري تعاود تعيط عليا المنتخب الوطني. بزاف ديال اللعابه اللي وقع لهم هذا المشكل منهم لاعب بن شرقي، نقدر نقول لك اناجم، نقدر نقول لك مراد باطنه اللي كيلعب في الدوري السعودي، واحد اللاعب اللي كان كيلعب مع حسنيه اكادير اللي كنا سمعنا حتى هو كان غيمشي شي فريق اوروبي في الاخر حتى هو مشى للدوري السعودي وما بقيناش كنسمعوا الاسم ديالو. العديد من اللعابه الا كان اللاعب كبير السن ديالو ما كاينش مشكل، ولكن الا كان اللاعب مازال صغير السن مازال قادر انه يطور المستوى ديالو كان من الافضل انه يمشي للدوري الاوروبي باش يجي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي او لا على الاقل يوقع ليه كيف ما وقع ليوسف نصيري اللهم بارك واللاعب ياسين بونو اللي الحمد لله هما دابا تالقوا عالميا والاسم ديالهم ولا معروف عالميا. وان شاء الله يا ربي كيف قال المذيع جواد باده احتمال كبير ان شاء الله ان الحارس ياسين بونو هو اللي يدي الكره الذهبيه الافريقيه ديال هذه السنه، حيت ما كنظنش ان كاين شي لاعب افريقي افضل من الحارس ديالنا المتالق اللهم بارك ياسين بونو. داكشي علاش الاخوان اي لاعب سمعتو غيمشي لاتلتيكو مدريد او لا غيمشي ريال بيتيس كيف كيقولوا دابا على اللاعب عطيه الله حتى حاجه ما رسميه حتى كيوقع وكيلبس التوني ديال ديك الفريق وديك الساعات غتقول مبروك هذاك اللاعب مشى لديك الفريق. وهذا الشيء كامل خاص اي لاعب لما يمشي لاي فريق يفكر مزيان وما يحط رجليه في ديك الفرقه حتى يعرف راسو انه يقدر ينافس في هذاك البوست اللي غادي يلعب فيه ويعرف شكون غادي ينافس واش قادر على المنافسه ولا لا. ما كانش هذا الشيء كامل من الافضل انه يبقى مع الفريق ديالو. والدليل على ذلك اللاعب العالمي حكيم زياش شفناه كي كان مع اجاكس امستردام ومني مشى لتشيلسي هانتوما كتشوفوا المعاناه ديالو. جاب الله ان اللاعب زياش هذاك لاعب محترف كون في الدوري الهولندي، يعني هذا الشيء ما اثرش عليه ولو كيجي للمنتخب وما عندوش الرسميه مع الفريق ديالو كيبقى الحمد لله نفس العطاء. نتمنى بحال هاد الفيديوهات هادو يكونوا كيعجبوكم. الا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات خليو لي في التعليق باش انني نبقى نهضر على هاد المواضيع. ملي كتفاعلوا معايا تخليو لي تعليق وتديروا لي اعجاب الفيديو كتبارطاجيو الفيديو. كنقول دائما بان هاد الناس هادو عاجبهم هاد المحتوى اللي كندير، ولكن مني ما كيكونش هاد الشيء كامل كنقول بانني راه غير كنخربق وغير كنهضر راسي وهذا الشيء ما غادي يفيد الناس حتى شي حاجه.
داكشي علاش غادي نقول لكم التفاعلات ديالكم مهمه بزاف باش انني نعرف واش بصح عاطي في هذا المحتوى او لا غير كنخربق. انا كنهضر معكم بحكم انني محب لكره القدم ولعبت شويه ديال كره القدم، كنفهم شي بركه في كره القدم كنبارطاجيها معكم. نتمنى نكون خفيف على قلوبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، الله يعاونكم.